هكذا أصبح المواطن الجزائري يقضي يومه في رمضان، الوقوف لساعات طويلة من أجل الحصول على كيس حليب، وذلك لندرته الحادة في المحلات التجارية خلال الأيام الأولى لشهر رمضان. ما كاش الحليب اختي، ما كاش. انا سمعت هضره هنايا قال لك ديريكتور باللي تو فا بيان، يا كاينين كونتيتي يعني اسي بور تو الموند وكاع يعني لي ساتيسفي. ما فهمناش او بيان هنا كاين دو شوز، او بيان ماهوش يوصل له الخبر تاع الصح يعني لا فيريتي للديريكتور، فهمت؟ او بيان هو بالك عايش في عالم اخر، بالك كوكب اخر، بالك حنا ماناش فاهمين. باش يجيب الحليب للطفل كيما هذا فوق جو دي بلاص. عندي بلاصه تروح من الحراش لهنايا جي في 10 كيلومتر بور افوار لو لي. الوغ شوفي هاد لاشين اللي راهي كاينه، شوفي هاد لاشين اللي راهي كاينه كاع مورايا هادي، كومون بو افوار لو لي بوغ دي زونفون باغي. مواطنون يربطون ندرة الحليب بكثرة الإقبال على هذه المادة الحيوية في شهر رمضان وتضاعف الاستهلاك، وعلى هذا يضطرون إلى النهوض باكرا من أجل الظفر بنصيبهم. يجي الصباح بيرتو تو ما يجي، وكي تنوضي الخدمه الصباح ما تلاقيش تو الحليب، كي تولي على الوحده ما تلقاش الحليب. في رمضان في الفطار قاعد كاين اللي باش يشري مشكره تاع حليب ما يشريهاش، كاين العجايز محتاجين، شيوخه دراري صغار هكذا، واحد كبير كان ما يحتاج. على فريمون طايحه بزاف لو بوفوار، نجم درس البوفوار بزاف طايحه باش الحليب في بلادنا ما كانش الحليب. هي إذا مشاهد يومية ترافق شهر رمضان، ندرة سببها تزايد نسبة الاستهلاك بمستويات غير معقولة، فمن كان يشتري كيسين صار يأخذ 4 و6 وحتى 10 أكياس حليب، رغم تصاعد الدعوات بعدم التبذير وترشيد الاستهلاك في شهر رمضان.